مساء الخير، عاملين إيه؟ طبعًا إحنا مكملين مع بعض نظام الصيام المتقطع. على فكرة النظام دوّة نتايجه حلوة جدًا، اللي يقدر يجربه يجربه، هتحسوا بالنتيجة على طول في خلال أسبوع والتاني هتحسوا إن فعلًا في نتيجة. بُصّوا المرة دي أنا جايب لكم وجبة بقى حلوة جدًا، طريقة فراخ جديدة، تتبيلة كده حلوة. بُصّوا الفراخ دي صدور مش بانيه، إحنا جِبت صدور كاملة، تتبيلة عبارة بسيطة جدًا، ملح، فلفل، بابريكا، بهارات فراخ، زبادي، دبس رمان، عسل أبيض، وممكن نحط كمان صوص باربيكيو ومستردة بيدّيها برضه إيه، طعم حلو. هنعمل التتبيلة مع الفراخ ونسيبها في التلاجة، أقل حاجة نسيبها ساعتين. خلاص؟ طيب لو أكتر من كده كل ما تطلع نقعد أكتر في التلاجة وكل ما إيه، الفراخ بيطلع طعمها أحلى. هاجيب طاسة هنحط فيها حتة سمنة طبعًا طبيعي، خلاص الكلام ده إحنا مش هنعيده تاني، سمنة طبيعي. وعلى النار، كأنك بتشوّح الفراخ عادي جدًا، بتحط الفراخ زي بعد ما خدتها من التتبيلة طلّعتها من التلاجة، بعد ما السمنة تسيح هتحط الفراخ على طول، تبدأ تاخد الصدمة بتاعتها زي ما أنتم عارفين، كأننا بنشوّح كأنك بنعمل مثلًا شاورما، أي حاجة فراخ عادية يعني. على الوشّين، وبعد كده بنسيبهم طبعًا إيه، لغاية ما تستوي. هاورّيكم حتى الشكل نهائي عامل إزاي. أنا كان معايا 4 قطع من الصدور، زي ما اتفقنا مش هنقطّعها بانيه، بتبقى كاملة. بُصّوا بعد كده الوش ما بياخدش وقت يعني، على طول كده 5 دقايق وتلاقيه الوش اتحمّر، بس طبعًا لسه محتاج اللي هو يستوي من جوّه يعني، بس إحنا طبعًا إيه، بنقلبها على الوشّين عشان تبدأ تحمّر. وبعد كده بعد ما يبدأوا الوشّين خلاص يتحمّروا، بابدأ نغطّي عليها عشان خاطر تبدأ تستوي من جوّه كويس. يعني ما تبقاش النار عالية أوي، تمام، تبقى النار كويسة معقولة. هتلاقوا بعد كده خلاص تقريبًا ما فيش وقت يعني، وقت بسيط جدًا وتلاقوا خلاص ال الصدور استوت. طعمها تحفة، لازم تجرّبوها هتعجبكم جدًا. أنا عملت جنبها كمان مكرونة مسلوقة، سلقت مكرونة، حاجة سريعة برضه. بُصّوا ممكن يعني من خلال نُص ساعة إلّا ربع تلاقوا الوجبة دي عملتوها بسرعة، مش هتاخد منكم وقت في المطبخ. برضه الصوص بقى اللي نزل من الفراخ، زوّدت عليه شوية لبن، عملت بيه صوص عشان برضه يبقى معانا المكرونة والفراخ وعليها إيه، برضه إيه، الصوص بتاعها. طعمه كان جميل جدًا. جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم أوي، سريعة، مُشبعة، مش مكلفة. الطبق زي ده على فكرة هتاكلوه برّه يعني لأ، يعني بمبلغ يعني، لكن إحنا هنا بنعمله في البيت. إحنا أكلنا دايمًا خلاص إحنا متفقين أكلنا دايمًا في البيت. طبعًا ما ننساش أهم حاجة إيه، الخضار. أي نوع خضار عندنا خلاص زي ما إحنا عارفين، خيار، كابوتشا، خس، جرجير، كل دوّة مفيد جدًا. يالّا قولوا لي عملتوا إيه، هل أنتم متابعين نظام الصيام المتقطع والّا لأ؟ بالهنا والشفا، شكرًا ليكم، سلام.